قبل الحرب، قبل الدمار، وقبل ما يكون عندهم حتى القدرة إنهم يتحولوا لعربيات أو طيارات، فيلم ترانسفورمرز 1 بيكشف السر اللي استخبى سنين. ازاي 2 عمال مناجم بسطاء غيروا مصير مجرة كاملة. استعد عشان تشوف الجانب المظلم اللي محدش حكالك عنه قبل كده، وعلشان تعيش معانا المغامرة دي وما يفوتكش اي ملخص جديد، انزل دلوقتي اشترك في قناة موفي تونز وفعل الجرس. بتبدأ الحكاية في كوكب سايبرترون، عالم كله حديد في حديد، روبوتات وطاقة ومعارك. بس وسط الدوشة دي بيظهر روبوت دماغه لاسعة شوية اسمه باكس. باكس ده لا هو قائد ولا بطل خارق ولا بيطلع ليزر من عينيه، ده روبوت عادي جدا وهوايته الوحيدة انتحارية، وهي انه يحشر مناخيره في اماكن ممنوع حد يهوب ناحيتها، واهم مكان عنده هو ارشيف المدينة. المكان ده اللي بيتمسك فيه بيتحول لشاورما. بس باكس بايع قضيته ومقضيها تسلل كل يوم عشان يسمع الحدوتة اللي واكلة عقله، حدوتة مصفوفة القيادة. ومن السجلات دي بنعرف ان في كيان عظيم اسمه برايموس. الراجل ده قرر يضحي بنفسه ويتحول لكوكب، ايوه بقى ارض حرفيا عشان الروبوتات تعيش في امان. ومش بس كده، ده عمل حراس مخصوصين اسمهم متحولين البرايم، واداهم مصفوفة القيادة عشان يعمروا الكوكب ويرجعوا فيه الروح بطاقة الانرجون اللي ما بتخلصش. وفجأة فص ملح وداب، المصفوفة اختفت. راحت فين؟ مين لهفها؟ ولا حد عارف، وكله بيلف حوالين نفسه. بتخلص الحدوتة وباكس بيفوق على كابوس. حراس الأرشيف محاصرينه، ودول بقى حافظين سحنته أكتر من عيالهم لأنه زبون دائم عندهم. باكس بيحاول يسيسهم وياخدهم في دوكة ويحل الموضوع ودي، بس الحوار مش بياكل معاهم وناويين يفرموه، فبيخلع. بيفتح سبرنت محترم وبيوصل محطة التعدين، وهناك صاحبه دي بيشده وبيخبيه، وبيبعت الحراس في اتجاه تاني خالص عشان يشتغلوهم. دي بيبصله باستغراب وبيسأله: يا ابني انت غاوي مرمطة ليه؟ ايه اللي في الارشيف يخليك تتسحل السحلة دي كل يوم؟ وهنا بنكتشف المصيبة. باكس ودي طلع روبوتات فرز تاني، ما عندهمش تروس تحول زي باقي الشلة اللي بتقلب عربيات وطيارات ومدافع. دول اخرهم يمشوا على رجلهم بس، وعشان كده النظام بيعاملهم معاملة الخردة. شغلتهم الوحيدة يحفروا ويجمعوا معدن الانرجون عشان العالم يعيش بعد ما المصفوفة اختفت. بس باكس مش راضي بالوضع ده، وشايف ان ليهم لازمة اكبر من مجرد عمال ترحيل، عكس دي اللي شايف ان اللي بيبص لفوق رقبته بتتكسر. خليك في الروتين وامشي جنب الحيط يا باكس وهتبقى تمام. وعلى سيرة الفرهدة، بنشوف روبوتات التعدين شغالة حفر وتكسير تحت قيادة إلتا، اللي حرفيا بتعد الدقايق عشان تترقى وتودع مرمطة العمال. بس الحلو ما بيكملش. واحد من العمال الأذكياء بيقرر يهبط في مكان غلط، فبينفجر ينبوع طاقة، فبتضطر إلتا تلم العمال بسرعة وتؤمر بالانسحاب قبل ما المنجم يقع فوق دماغهم. واللي ما كانش معمول حسابه إن دي بيتحشر تحت الصخور ومش عارف يخلع. وساعتها إلتا بتدي أوامر صارمة لباكس: نفذ البروتوكول واطلع فورا، إحنا هنتصرف. وطبعا باكس والبروتوكول دونت ميكس، بيطنش الأوامر وبيلف وبيرجع لصاحبه يشده من وسط النار، وبينجح إنه يخرج بسليم. بس التمن كان غالي، لأن المنجم كله بينهار وبيتحول لكومة تراب. وعشان المصايب بتيجي ورا بعض، إلتا بتفتح النار على باكس وبتتهمه انه دمر مستقبلها. ولسه باكس بيحاول يطيب خاطرها ويقول لها يا شيخة بسيطة ومستحيل يرفضوكي، فبيظهر دارك وينج المدير المسؤول وكأنه مستني اللحظة دي، وبيقول لها: انتي مرفوضة يا هانم لفشلك في حماية الموقع. وهنا الدم بيغلي في عروق باكس، فبيتدخل يدافع عن إلتا ويشيل هو الليلة. بس دارك وينج مش بياكل معاه الكلام ده، وبيقرب عشان يفرم باكس. وساعتها دي بيقرر يلم الدور، فبيدي صاحبه باكس بوكس في وشه عشان يسكت ويهدي المدير. بس دارك وينج ما بيعجبهوش شغل التمثيليات ده، وبيقوم مدي دي هو كمان ضربة بتطيره. وبعد يوم مرمطة طويل في تكسير الصخور، بيوصل نداء لكل العمال ان في لايف مهم لسنتينيل، القائد الاعلى لمدينة ايكون واقوى متحول في المجرة. والخبر ده بيقلم المنجم فرح، خصوصا دي اللي بيعتبر سنتينيل ده الاب الروحي ومثله الاعلى. وبعد ثواني بيطل سنتينيل بطلته البهية وبيرحب بالشغيلة، وبيقول لهم انه مقدر تعبهم عشان يوفروا مخزون الانرجون. بس للاسف لسه ما وصلش لمصفوفة القيادة، لكنه بيوعدهم ان الطلعة الجاية هتكون هي النهاية. وعشان يوجب مع شعبه بيعلن ان بكرة اجازة رسمي عشان يحضروا سباق ايكون 5000. وده مش اي سباق، دي مفرمة بيدخلها محارب البرايم لحد ما واحد بس يوصل خط النهاية سليم. وهنا لمبة الفكرة بتنور في دماغ باكس، فبيروح يصحي دي من احلى نومه وبيقول له: بقولك يا اسطى، ما تيجي ننزل السباق ده ونثبت لهم اننا مش خردة ولينا لازمة. طبعا دي بيسمع الكلام ده وضغطه بيعلى، وبيرد عليه بلهجة حادة جدا ان ده مستحيل يحصل، وان ده اقصر طريق عشان يترفدوا ويترموا في الشارع. بس باكس بيعمل نفسه من بنها، كلام صاحبه بيدخل من ودن وبيطلع من التانية. وتاني يوم بيقرر يشتغل، وبيقول له: تعالى بس انا لقيت لك لوج تتفرج منه على السباق عناب.
وفعلا بياخدوا المكان كاشف الساحة كلها، وشايفين سنتينيل لايف وهو بيترحم على المحاربين القدامى بوقار مصطنع. يدوب سنتينيل بيدي إشارة البدء والمحركات بتزقر والأرض بتنشق فجأة تحت رجلين باكس ودي، وبيقعوا زي الشوال وسط المتسابقين في قلب المعجنة. باكس ما كدبش خبر، بيشيل دي هلا هوب وبيطلع يجري بيه وسط العمالقة عشان يبقوا رسميا أول روبوتات غلابة تشارك في سباق يكون 5000 في تاريخ الكوكب كله. المدرج كله بيدخل في حالة صدمة، حتى سنتينيل نفسه بيبقى مش مصدق إن في 2 خردة عندهم الجرأة ينزلوا الملعب مع الوحوش دي. وطبعا محدش سامع دي وهو بيحلف لباكس وبيقول له أقسم بالله لو طلعنا منها عايشين لأكون فرمك بإيدي. وعكس كل التوقعات، باكس ودي بيقدموا عظمة، بيراوغوا وبينطوا من فوق الحواجز وبيخمسوا بين العربيات لدرجة إنهم بيبقوا في المركز الأول والكل فاتح بقه من الذهول. بس الحلو ما بيكملش، قطعة معدن طايرة بترشق في رجل دي وبتخليه يعطل، فبيصرخ في باكس وبيقول له سيبني واخلع انت يا مجنون، هات المركز الأول. بس باكس بيعمل لقطة أصحاب ولا بيزنس وبيرفض يسيبه وبيسنده عشان يوصلوا سوا لخط النهاية. ويا دوب لسه هيحطوا رجليهم على الخط ويحققوا المعجزة، بتيجي متسابقة تانية صاروخ تخطف منهم المركز الأول في آخر فيمتو ثانية. فباكس بيبص لصاحبه بابتسامة صفرة وبيقول له ولا يهمك، المركز التاني شيك وحلو برضه. ولسه بيكمل الجملة بيلاقي باقي المتسابقين كلهم عدوا ورا بعض زي القطر وهم بقوا في المركز الأخير بجدارة. وبعد ما السباق بيخلص بتحصل المعجزة، سنتينيل بنفسه بيجيلهم، لقوا مش جاي يهزقهم، ده جاي يسقف لهم، وشايف ان التهور اللي عملوه ده إبداع وخلى المنافسة في ليفل الوحش. وعشان كده بيؤمر مساعدته ايرا كند تاخدهم فورا على قسم الخدمات الخاصة عشان يتعالجوا ويروقوا على نفسهم. طبعا الاتنين مش مصدقين نفسهم من الفرحة وخلاص هيرسموا أحلامهم الجاية. بس يا فرحة ما تمت، قبل ما يلحقوا يعيشوا اللحظة بيلاقوا روبوت متحول بيشحنهم وبيرميهم في قاع المدينة عشان حضراتهم خلفوا الأوامر ولعبوا في بروتوكول السباق، يعني من التكريم للترميم في ثانية. وهناك بيقابلوا بيه روبوت غلبان زيهم، بس أول ما بيشوفهم بيتهبل من الفرحة، بقاله سنين ما شافش رجل روبوت غريبة في المكان، فبيفضل يرحب بيهم بحماس مريب وبيقول لهم نورتوا القسم 50. وهنا دي بيتنح 50 ايه يا عم، احنا اخرنا 40. بس بيه بيصدموا بالحقيقة المرة ان في 10 اقسام تحت الارض محدش يعرف عنهم حاجة غير اللي بيتدفن فيهم، واللي بيدخل هنا ما بيخرجش تاني. المهم ان بيبي يطلع رغي السنين، وهو ما صدق يلاقي حد يكلمه بدل ما يكلم نفسه، وبياخدهم يعرفهم على الشله بتاعته، اصحابه اللي صممهم بنفسه عشان يسلوه، واللي بيطلعوا في الاخر شويه خرده وصفيح مالهمش لازمه. الوحده بتعمل اكتر من كده يا جدعان. وبمجرد ما باكس بيمد ايده يلمس واحد منهم الراس بتقع في ايده، وبدل ما يكحلها بيعميها، فبيكتشف عدسه فيها رساله استغاثه من البرايم القدام، الحقونا يا حرس النخبه، مصفوفه القياده في خطر. هنا بقى باكس بتطق في دماغه فكرة مجنونة، لازم يطلع لآخر مكان المتحولين كانوا فيه على السطح عشان يلاقي المصفوفة ويرجعها لسنتينيل ويرجع الحياة للكوكب وكأنه سوبرمان. وطبعا دي أول ما بيسمع الكلام ده بيقفلها له ضبة ومفتاح وبيقول له ارحمنا بقى يا باكس، احنا مدفونين هنا بسبب عمايلك السودة، والسطح ده خطر ومحدش بيوصل له بالساهل، خلينا منكمشين هنا لحد ما سنتينيل يعطف علينا ويلاقينا. بس باكس بيعرف يقلب الترابيزة وبيقول له لو فضلت هنا هتقضي بقية عمرك بتبص على الخردة زي صاحبنا بيه، لكن لو لقينا مصفوفة القيادة حياتنا هتتشقلب وهنبقى أبطال بجد. الكلمتين دول بيجوا على الجرح فبيوافق دي، وحتى بيه بيقرر يفكوا من قعدة الخردة ويغامر معاهم، وبيقول لهم الحل في قطر الخردة اللي بيطلع على السطح وهو اللي هيدلهم على السكة. وفعلا بينجحوا يتسحبوا ويدخلوا القطر، بس يا نحسهم إلتا بتكون هناك ودي واحدة سوسة هتموت وتترقى. أول ما بتلمح باكس بتجري تبلغ عنهم عشان تاخد بونت عند المديرين، بس القطر بيقفل عليهم وهم جواه، فبتطلع تتشعبط فوق القطر عشان توصل للسواق وتسيح لهم، وهم بيطلعوا وراها يحاولوا يفهموها الليلة. وفجأة الكل بيسكت وبيتنح قدام منظر السطح والجبال اللي يخطف العقل. وفجأة الجبال اللي بيتفرجوا عليها بتقرر تتحرك ناحيتهم. لا دي مش جبال، دي كمين يا معلم. فجأة الأرض بتنشق وبتطلع منها كائنات عملاقة بتفرتك القطر حتت، وبقدرة قادر الشلة بتنفد بجلدهم من العجنة دي، بس للأسف القطر بح خلاص. وهنا إلتا بتلاقي نفسها لابسة في الحيط ومعندهاش حل غير إنها تكمل معاهم، بس طبعا بشروطها، أنا الليدر والخريطة معايا. وباكس بيكبر دماغه وبيوافق عشان الليلة تعدي. وعلى سيرة المصايب بيلاحظوا إن الحيوانات بتجري برعب وكأن يوم القيامة قامت، وفي ثواني بتظهر مركبة جوية بتمسح المنطقة وبتضرب أي حاجة بتتحرك، والكل بيخلع بسرعة. بس بيه علشان قديم ومصدي حركته بتكون بطيئة وهيروح فيها، فباكس بيعمل لقطة بطولية وبيرجع يلحقه وبيستخبوا تحت صخرة قبل ما المركبة تكشفهم. وبعد ما غارة بتعدي بيكملوا سحلتهم لحد ما بيوصلوا لكهف مرعب مدخله عبارة عن سنان وحوش،
وده بيكون آخر مكان اتشاف فيه البرايم. بيدخلوا والرهبة مسيطرة عليهم، وهناك بتكون الصدمة، جثث المحاربين القدام مرصوصة قدامهم. بس الفرحة بتتكسر لما بيكتشفوا إن مصفوفة القيادة مش موجودة. يعني المشوار ده كله كان بلح. لكن باكس عينه بتلمح حاجة غريبة، ضوء خافت طالع من صدر ألفا برايم. الراجل لسه فيه الروح. وبسرعة باكس بيخطف قطعة انرجون من إلتا وبيحطها في صدر ألفا. والمفاجأة بتحصل، ألفا برايم بيرجع يشتغل وبينطق وبيحاول ينادي على باقي فريقه. وباكس بيحاول يهدي اللعب ويطمن ألفا إن المعركة خلصت خلاص. فبيبص لهم ألفا باستغراب وبيسأل انتوا مين؟ وفين عتاد القوة بتاعتكم؟ هنا بيعرفوا إنهم روبوتات على باب الله، ما عندهمش عتاد، بس لقوا رسالته بالصدفة وجايين يعملوا الواجب ويسلموا المصفوفة لزعيمهم سنتينيل. وهنا ألفا بيفجر القنبلة في وشهم وبيقول لهم سنتينيل ده ولا برايم ولا نيلة. طبعا دي دمه بيغلي وبيدافع عن قدوته باستماتة، ده حامي الكوكب يا جدع. فبيقرر ألفا يوريهم الحقيقة المرة بذاكرته، وبيكشف لهم إن سنتينيل عاش عمره كله في كدبة، وإنه استمد قوته بخيانة البرايم ومساعدة الكوينتيسونز عشان يقضي على ميجا برايم ويسرق السلطة لنفسه. وبنشوف بعينينا سنتينيل وهو راكع بذل قدام زعيم الكوينتيسونز، وبيسلموا الانرجون اللي العمال الغلابة طافحين الكوت عشان يجمعوه. لا وكمان بيوعدوا ان هيعصر العمال في الشغل اكتر عشان يجمع كميات اكبر. هنا الصدمة بتنزل عليهم زي الصعقة، يعني سنتينيل بياعهم وقابض التمن، وهم اللي بيسددوا ديونه بتعبهم وشقاهم. اكتر واحد بيتأثر هو دي اللي بيشوف بطله بيتحول لخاين، فنظرة عينه بتتحول لشر وكره، وبيلوم باكس ان سحله في الحوار ده وخلاه يشوف السواد ده بعينه. وساعتها دي بيقرر ان لازم سنتينيل يتدمر، بس بيرجع يفتكر انه مجرد روبوت خردة لا حول له ولا قوة. تفتكر هيسكت؟ وهنا ألفا بيقرر يبخ الحقيقة كلها وبيكشف لهم المستور. مفيش حاجة اسمها روبوتات عادية يا سادة، الحقيقة ان قبل تشغيلهم اتسرق منهم عتاد القوة عشان يوطوا راسهم ويرضوا بالهم ويشتغلوا عبيد في المناجم. بس ألفا بيلحقهم بجرعة حماس قبل ما يكتئبوا، وبيقول لهم ان البرايم مش مجرد ترس وعضلات، البرايم شرارة وقدرة على التغيير. وعشان شاف فيهم الشرارة دي بيقرر يورثهم عتاد القوة بتاع البرايم القدام اللي ماتوا. وفعلا الهدية بتوصل وكل واحد فيهم بياخد الابجريد التمام وبيرجعوا متحولين زي ما الكتاب بيقول. وهنا ألفا بيقول لهم إن القوة دي مسؤولية ولازم يختاروا هيستخدموها إزاي. وفجأة صوت كركبة بيقرب وبيعرفوا إن حرس سنتينيل طب عليهم، فبيعمل ألفا لقطة الفداء وبيقول لهم اخلعوا انتوا وقولوا الحقيقة للناس وأنا هشيل الليلة دي لوحدي. وبيتحرك باكس والشلة وهم لسه ألف باء تحول، وبيفضلوا يخبطوا في بعض زي العربيات المتصادمة ومش عارفين يسيطروا على قوتهم الجديدة، لحد ما الحرس بيحاصروهم وبيبدأ الضرب. وبعد شوية هبد ومحاولات فاشلة أخيرا السيستم بيظبط، وبيتحولوا وبيدوا الحرس علقة سخنة وبيمسحوا بيهم الأرض. بس يا فرحة ما تمت، لسه هياخدوا نفسهم بيلاقوا عصابة تانية طبت عليهم كتفتهم وشحنتهم. ولما بيفوقوا بيكتشفوا انهم وقعوا تحت ايد قوات سايبر ترون المتمردة، ودول كمان هدفهم تدمير سنتينيل. فبيحاول باكس يشغل دماغه ويقول للزعيم بتاعهم طب ما هدفنا واحد يا رجالة، تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض ونفضحه. بس زعيم المتمردين بيقفلها له ضبة ومفتاح لانه عارف انه مستحيل حد يصدق شوية عمال مناجم. وساعتها دي بيقوم ينفض هدومه ويقول لزعيم المتمردين في وشه انت بق مفيش فعل، مستخبي هنا وعامل فيها زعيم. الكلمتين بينزلوا زي النار على الزعيم فبيهجم عليه عشان يربيه، بس دي بيطلع وحش كاسر بيمسح بيه البلاط وكان هيخلص عليه لولا باكس بيتدخل في اخر لحظة ويحوشه وبيقول له احنا مش اعداء يا مجنون. فدي بيبعد عنه وبيوجه كلامه للكل بصوت يرعب، معايا انا هنسف الظلم ونرجع حقنا. وهنا بيبان ان الغل والشر بقوا هما المحرك بتاعه، لدرجة ان باكس بيبصله بقلق. صاحبه بيتحول لوحش هو نفسه مش عارف يوقفه. وبالليل الدنيا بتولع، قوات سنتينيل بتهجم بغباوة والمعركة بتبقى تكسير عظم. الابطال بيحاربوا باستماتة بس الكترة بتغلب الشجاعة، وجيش سنتينيل بيسيطر وبيكلبش دي وبي ومعاهم شوية محاربين وبيرميهم في الحجز. وبنشوف باكس قاعد يأنب في نفسه وبيقول أنا السبب، فضول يدمر الدنيا زي ما دي قال. بس إلتا بتدخل عليه في الوقت المناسب وبتقوله فوق يا باكس، انت ممكن تكون كسرت القواعد بس إحساسك كان صح، وفضولك ده هو اللي كشف المستور. الكلمتين دول بيشحنوا باكس بطاقة إيجابية، فبيلم الباقيين وبيحط خطة إنقاذ مستعجلة. وفي نفس الوقت سنتينيل بيروح يتشطر على الأسرة وبيقول لدي ببرود
مش بس خنتكم، أنا كمان لطشت عتاد القوة بتاع بطلك المفضل ميجا برايم عشان أبقى أنا الكل في الكل. عالجبهة التانية باكس بيرجع لمنطقته القديمة اللي هي موقع التعدين، والعمال أول ما بيشوفوه بيبقوا هيتجننوا، ده باكس صاحبنا بقى برايم ازاي؟ فبيحكي لهم القصة واللعبة القذرة وبيطلب منهم يقفوا معاه، والرجالة دمها بيغلي وبيوافقوا فورا. الحرب هتبدأ يا جدعان. في الوقت ده إلتا بتدخل بقلب جامد وبتهجم على سنتينيل، بس ايرا كاند بتطلع لها زي الخازوق وبترد الهجوم بغشومية، وبتتزنق إلتا زنقة الكلاب. بس باكس بيوصل في اللحظة الحاسمة هو ورجالة المناجم وبيعملوا رومونتادا تنقذ الموقف، وبالعزيمة والغل اللي جواهم بيقتحموا المكان وبيحرروا بيه بس دي دماغه مسوحاه، مش شايف قدامه غير الانتقام، عايز يفرم سنتينيل ويشرب من دمه. هنا باكس بيشغل دماغه وبيقول لإلتا جري ناعم مع ايرا كاند وهاتيها المكان البث المباشر. الخطة انهم يفضحوا سنتينيل قدام شعب ايكون كله لايف، وفعلا الكمين بينجح وبيجرجروها المكان البث وبيذيعوا الذاكرة بتاعتها على المشاع، والكل بيعرف حقيقة الزعيم المزيف. في نفس اللحظة سنتينيل بيكون بياكل علقة موت من دي اللي خلاص جاب اخره ومصمم يخلص عليه، وباكس بيحاول يعقله ويقول له ما تبقاش زيه يا غبي، بس دي خلاص قفل وما بقاش شايف غير الدم. وعشان باكس يمنع الكارثة بيرمي نفسه في النص وبيضحي بحياته عشان يحمي صاحبه من جنونه، وبيلحقوا دي وبيمسكوا في آخر ثانية وهو لسه مش مستوعب. تفتكر هينقذه؟ للأسف شيطانه بيغلبه وبيقرر يبيع صاحبه وبيسيبه يقع في الهاوية عشان يفضل سنتينيل ويقعد مكانه على العرش. وفي وسط ما باكس بيقع وخلاص بيسلم نمر، فجأة بتظهر له أرواح البرايم القدام وبيقرروا يمنحوه مصفوفة القيادة بعد ما أثبت إنه الراجل المناسب في المكان المناسب ويستحق يكون حامي كوكب سايبرترون. وفي لحظة باكس بيرجع للحياة، مش أي رجوع، ده راجع بالنيو لوك وقوة جبارة، راجع باسمه الجديد اوبتيموس برايم، وبيطلع كالأسد يواجه دي اللي قلب الدنيا خراب هو وعصابته، والكل بيقف مذهول. مش ده اللي مات من شوية؟ اوبتيموس بيقف بشموخ وبيطلب من دي فارمل ويوقف الحرب. يا صاحبي مش عايز اخسرك، كفاية دم. بس دي خلاص الفيوز ضربت عنده والحقد عماه، فبيحاول يهجم على اوبتيموس عشان يسرق المصفوفة، لكن هيهات اوبتيموس بقى في ليفل تاني خالص، وبضربة واحدة بيكسر سلاح دي وبيخليه أعزل. وبرغم قوته اوبتيموس ما بيهونش عليه العشرة وما بيرضاش يخلص عليه، وبيكتفي انه ينفيه هو وأتباعه بره المدينة. فدي بياخد ديله في سنانه وبيمشي وهو بيتوعد وبيقوله مسير الحي يتلاقى. فأوبتيموس بيودعه بنظرة كلها حسرة وكسرة نفس، صاحب عمره بقى ألد أعدائه، بس إلتا وبي بيكونوا جنبه بيسندوه. وبحركة سحرية من مصفوفة القيادة اوبتيموس بيرجع الروح لكوكب سايبرترون الميت، وبيرجع لكل الروبوتات عتاد القوة وحقهم المسلوب عشان تبدأ صفحة جديدة وتشرق شمس الحرية بقيادة الزعيم الحقيقي اوبتيموس برايم. وكده انتهت أسطورة أخوة تحولوا الأعداء، بس قصتنا احنا لسه بتبتدي. لو بتحب قناة موفي تونز بجد ما تخليش الفيديو يقف عندك، انزل دلوقتي دمر زرار اللايك واشترك عشان عائلتنا تكبر بيك، لان بدعمكم احنا مكملين. اشوفكم في ملخص جديد وحكاية اقوى، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز، والسلام.